وصه لي الطبيب وقال لهم عزلوه لأن يحمل مرض ساري وممنوع الزيارة وخطر خط على الباب. بشمع أحمر اجوني وشمعوا داري وكتبوا لافتة ورسموا شعار الموت، وعلى بابي تنصب مرشد وقاري، وحتى اسم المنع ما ينذكر للناس ويجلدون كل من جابه بالطاري. وظليت بعزلتي وبيش اسل الروح، ورافقت الدموع وعبرتي وناري. وسألت من طبيب الوالدة فد يوم ويا هل تعلم بقلب الوالدة داري؟ قالت يا الطبيب اقسم عليك شبيه بوليدي الوحيد الصاير شجاري. قالها ابنش ترى يحمل عشق ممنوع ولهذا العشق برويحته شاري. قالت له شيء فهمني يا دكتور حتى ندعي خلص الخالق الباري. قالها اللي يكتب ابنش خطر على الناس وقرأ لأم الطبيب بآخر أشعاري. قالت له دواكم ما يفيد وياه؟ قالت دم دوانا ودوا العطاري. قالت له اللي يحبه منين من يا ناس أريد أنا أعتني لو آخذ بثاري. قالها اللي يحب ابنك ابو موصوف اش ما اوصف بزوده مقصر اخباري. وامه نصبت سيدة على النسوان وكوثرها عذب يوم الحشر جاري. وجد اشرب بشر من صلب ادم صار واسر العرش ربه وقبله من ساري. واخو بحر الكرم موصوف للخطار يقول افرح لو انا ازيد خطاري. عرفت اللي يحب ابنك وبي مفتون وحيرني بغرامه وشتت افكاري. قالت يا طيبي مروتك سميه شو اسمه اللي يحبه وليد لو داري؟ قالها بكربله منه انذبح عطشان ومنه اللي 3 ايام ظل عاري ومنه اللي توصف كعبه العشاق والطوفه تحبه بليل ونهاري. قالت ليش قلت هذا الوصف لحسين؟ اذا لحسين حبه ارتفع مقداري. عسى ما طاب لان هذا المرض للموت وعسى هذا المرض بالناس ظل ساري. وعساك بهالمرض تنصاب يا دكتور وعساك تصير شيعي وتشكر الباري. أستميحكم عذرا إن شاء الله، عذرا الإعادة إن شاء الله نلتقي بخنمة الحسين وأمسيات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.